كثرة الطلبات على ترشيحات لعطور صيفية في هذه السنة 2026، الفيديو اللي معتادين النزله كل سنة، فجايب لكم ترشيحات جميلة ومنعشة. خلكم ويانا. يا هلا والله ويا مرحبا الساع، أنا أخوكم خليفة الظاهري، مراجع ومدون للعطور. في قناتي هذه أتكلم عن مراجعات وترشيحات وتغطيات في مجال العطور بشكل عام، وأحاول أرضي كل الأذواق وكل الطبقات، سواء عطور نيش أو ديزاينر أو عطور اقتصادية. كثرة الطلبات علي في ترشيحات لعطور صيفية تناسب أجواءنا الحارة هني في الخليج وفي العالم بشكل عام. الصيف هالسنة مولع ودرجات الحرارة طايرة فوق، فمثل ما قلت حاولت اني في هذا الفيديو اتكلم عن عطور ما ذكرتها سابقا، عطور صيفية وجميلة ومنعشة وتناسب جميع الأذواق. فيبراتو سسبيرو، العطر هذا أي واحد يسألني عن عطر نيش جودة نقاء وأداء عالي أقولهم فيبراتو سسبيرو وانت مغمض. العطر هذا صحيح انه فيه من DNA بلغاري تايجر، ولكن ماخذ العطر هني بطابع خشبي جميل وفيه لمحة بخورية في القاعدة. العطر هني فيه افتتاحية حمضية جميلة من البرغموت والجريب فروت. الجريب فروت هني متسيد الموقف وعاطي العطر انتعاشة، مع تداخلها مع لمحات جميلة من الزنجبيل. وبعدها تبدأ تدخل ريحة خضراء جميلة وتحس انها مثل اوراق شجر مبلولة، فتعطيك الانتعاشة هذه مع ريحة زهرية منعشة وجميلة وفخمة من ريحة الياسمين والأزهار البيضاء. والريحة الزهرية هذه تعطيك طابع بودري جميل. ويهدى العطر على قاعدة خشبية من أخشاب السيدار وريحة الباتشولي مع ريحة العنبر والمسك، وفيه ريحة بخورية مثل ما قلت جايتنك في القاعدة ولكنها مش مذكورة في أي مكان. العطر هذا أداء جميل وقوي وجالب للإطراء، وعن تجربة أنا أتعطر منه مرات حق الدوام ويطول معاي حتى لين ما أرجع البيت. وصحيح أني قلت أني ما بذكر عطر رشحته من قبل كعطر صيفي، ولكن العطر هذا ما خلاني أتردد أني أذكره مرة ثانية. ودامنا نتكلم عن الفخامة، فيبنى عطر من فراغرانس دبوا، واحد من أفخم براندات عطور النيش الفرنسية. والعطر الصيفي اللي بنتكلم عنه اللي هو سولستس. العطر هذا بتصميم العطار المبدع شادي سامر. العطر يعتبر عطر حمضي أروماتيك ذو طابع خشبي. الجميل فيه افتتاحية حمضية من البرغموت مع المندرين، مع لمحة فاكهية لطيفة جدا من ريحة التفاح الأخضر اللي تعطيك انتعاشة في البداية، مع لمحات تابلية من ريحة الفلفل الوردي والهيل. وهذه الافتتاحية المنعشة تحتاج لها ريحة زهرية لطيفة من ريحة أزهار النيرولي. ريحة النيرولي هني جايتنك بطابع بودري كولوني جميل. ويهدى العطر على قاعدة خشبية من أخشاب الصندل وريحة الفيتيفر اللي تعطيك الطابع الترابي الخشبي مع لمحات لطيفة من الفانيلا. العطر محبوك بطريقة جميلة وممتعة. العطر هذا تقريبا أداء متوسط، ولكن تقييمي له عالي جدا من ناحية نقاء الريحة والجمالية. ومني شاني عطر وولينغ تشا نسخة الإكس. النسخة هذه نسخة جميلة جدا، هنيه توظفت ريحة الشاي مع ريحة حمضية خضراء جميلة جدا بطابع جميل وممتع ومنعش. فأول ما ترش العطر تطلع معاك ريحة حمضية من الليمون مع ريحة البرغموت مع ريحة البرتقال. الريحة هني منعشة جميلة مع تداخل ريحة خضراء تعطيك مثل ريحة الشاي الأخضر، وفي القلب تطلع ريحة الأزهار البيضاء من أزهار البرتقال وأزهار النيرولي ممزوجة مع ريحة اليانسون. والجميل هني في نسخة الإكس ريحة التين اللي تيك في القاعدة وتكمل معاك مع ريحة المسك وتعطيك متعة في الارتداء. العطر هذا صح انه عطر منعش وفرش وجميل، لكن صدقوني اداء جميل وممتاز وثباته عالي عن تجربة. والغريب اكثر ان العطر هذا جالب للاطراء، الناس اللي حولك بيشمونك وبيمدحون ريحتك. وانا ما اعرف ليش مركز وايد على الروائح الخضراء. هالمرة اخترت عطر روجا أبيكس أو انتنس. النسخة هذه نسخة مظلومة إعلاميا
الناس ما تتكلم عنها يمكن بسبب الأداء، ولكن جمالية الريحة روعة روعة روعة. الافتتاحية هني تفتتح بافتتاحية حمضية من الليمون مع ريحة الجريب فروت. الريحة منعشة فريش مع تاتش جميل من ريحة النعناع وريحة الأوراق الخضراء من الأشجار، وبعدها تبدأ تطلع معاك ريحة فريش جميلة من ريحة اللافندر. ريحة الخزامة هني تعطيك الانتعاشة وتعدل لك المزاج. وفي القلب تطلع ريحة الباميلو، الريحة الفاكهية الحمضية الجميلة جدا مع ريحة الورد، مع تداخل ريحة أزهار البنفسج اللي تعطيك الطابع المائي المنعش. والقاعدة في العطر هذا قاعدة خشنة جميلة من ريحة أخشاب السيدار وأخشاب الصندل وريحة الباتشولي مع ريحة العنبر والمسك. العطر هني جاينك بريحة خضراء حمضية منعشة خشبية في القاعدة، ممتع وجميل وأشوفه رجالي. صحيح أداءه مش ذاك الزود، يمكن ثباته يوصل إلى حد ما 6 ساعات، بس لازم ضروري جدا أنك تكثر. ومن البراند الإيطالي الجميل نيو نوتس عطر أكيغالا ماندارينو. العطر هذا يعين طابع فاكهي خشبي خشن جدا. هني توظفت ريحة المندرين بطريقة جميلة في الافتتاحية، تطلع مع ريحة التفاح الأخضر ممزوجة مع ريحة فاكهية من ريحة التوت، ولكن سرعان ما تدخل الريحة الزهرية في القلب من ريحة أزهار الفريزة وأزهار النيرولي وأزهار البرتقال. وتلاحظون دائما نكرر ريحة الأزهار البيضاء في العطور الصيفية، تعطيك الفرشنس والانتعاشة. ولكن العطر هني يهدى على قاعدة خشبية خشنة من ريحة الأكيغالا وود اللي يستخدمونها عطارين جوفودان، اللي تعطيك الطابع الخشبي الخشن، واللي يعطيك ريحة العود ولكن بطابع لطيف مع ريحة عنبرية ممزوجة مع ريحة المسك. البراند هذا ككل عطورة مبتكرة وجميلة ومميزة، وأدائها خلنا نقول مقبول نوعا ما، من 7 إلى 8 ساعات كثبات، وفوحانة من ساعة إلى ساعتين. ولكن إذا مريت محل وشفت براند نيو نوتس لا يفوتك عطر أكيغالا ماندارين. ومن البراند الشهير اللي صنع أجمل عطور اللي ما حد يشمها إلا أنت، عطر إسنتريك مولكيول كولون 1. طبعا المشهور عندنا 020 واللي هو إسنتريك 02، ولكن كولون 1 يا قالهم خلكم على يم، أنا هني سيد الموقف بالروائح المنعشة. هذا العطر بتصميم العطار جيزا شون، هو نفس العطار اللي اشتغل على عطور أورمنجين. فطبعا العطور هذه كلها فيها DNA واحد وخشبي اللي هو ريحة الآيزو إي سوبر، اللي الكل يقول ان انا ما اقدر اشمها لكن اللي حولي يقدرون يشمونها. فالعطر هني يفتتح بافتتاحية منعشة جميلة من ريحة البرغموت مع ريحة الليمون مع ريحة الجريب فروت مع ريحة جميلة من ريحة الزنجبيل ممزوجة مع ريحة اللافندر، وبعدها تبدأ تطلع ريحة زهرية من الأزهار البيضاء مع ريحة الآيرس اللي تعطيك الطابع البودري الجميل، مع وجود ريحة خشبية من ريحة مركب الآيزو إي سوبر مع لمحات خشبية ثانية من ريحة أخشاب السيدار وريحة العنبر وريحة المسك. ولكن تحس العطر هذا يعينك بطابع كولوني على ستايل إسنتريك مولكيول، وتحس انه عطر منعش وياينك بطابع مائي تشمه دائما من اول ما ترش العطر لين ما يهدى. فعطر كولون 1 اختيار مميز وصيفي من براند إسنتريك مولكيول. ومن براند سياج دي اورينت سيجنتشر عطر ميوز. العطر هذا يمكن من آخر إصدارات البراند، يمكن الكثير منكم شاف الغرشة من قبل لكن ما كان يعرف البراند هذا منتشر جدا في أوروبا وموجود عندنا هني في دول الخليج ولكن سكيتي. عطر ميوز واحد من آخر إصداراتهم. العطر هذا اختيار صيفي يباله وين تكون على البحر في جزيرة والشمس فوقك وتتعطر منه وتستمتع بعصيرك اللي قدام البحر. العطر هني يفتتح بافتتاحية حمضية من ريحة البرغموت ممزوجة معاها ريحة فاكهية من ريحة التفاح، ولكن في القلب تطلع معاك ريحة جميلة من أزهار الياسمين وأزهار الأوركيد وريحة الورد. الريحة هني زهرية فاكهية جميلة، ولكن يهدى العطر على قاعدة مخملية من أخشاب الكشمير مع ريحة أخشاب السيدار وريحة العنبر والمسك.
العطر هذا عطر فاكهي يباله أجواء بحرية، ولكن ممكن تستخدمه في كل الأوقات. والبراند هذا ما يشتكي أبدا من الأداء، لأن أداء عطوره كلها ممتازة. من البراند العماني براند حجري، عطر جنجر تونيك. العطر هني يجسد لك ريحة المشروبات الغازية المنعشة. العطر هني يفتتح بافتتاحية حمضية جميلة من ريحة الحمضيات، الليمون، البرتقال، المندرين، مع لمحات جميلة من ريحة مائية جميلة تشبه ريحة الصودا، ممزوجة مع ريحة الزنجبيل اللي تعطيك انتعاشة السفن اب، مع لمحات زهرية من الأزهار البيضاء في القلب. ولكن العطر يهدى على قاعدة خشبية عنبرية، وفيه تاتش جميل من ريحة الباتشولي. العطر هذا فيه ابتكار وفيه جمالية وانتعاشة حق الصيف. واللي ما يعرف براند حجري لازم من الحين يسوي سيرش ويدور عنه، لأنه براند مميز وراه عطار عماني شاب ومبدع. وأسطورة الأساطير عطر ماي سيلف EDP. أول ما نزل الناس قالوا خلاص احنا شبعنا من العطور الديزاينر، ولكن صدقوني الناس رجعوا واستخدموه والحين أدمنوا عليه. العطر هذا من أجمل عطور الديزاينر الصيفية اللي أنا دايما أستخدمها وأخلصها في الصيف. افتتاحية حمضية جميلة جدا مع لمحات زهرية من الأزهار البيضاء في القلب، وريحة خشبية عنبرية في القاعدة مع ريحة الباتشولي. العطر هذا فيه رجولة مش طبيعية. العطر تحس يوم ترشه كأنك شنب. طبعا أداءه مش أفضل شيء من ناحية العطور، ولكن عطر جميل هذا تاخذه معاك وانت رايح المكتب وتتم ترش وما تمل منه. ومن توم فورد آخر إصدارات اللاين جراي فيتيفر، عطر توم فورد اودي جراي فيتيفر. العطر هذا نازل بنسخة الأودو تواليت في سنة 2026. العطر هذا تكملة جميلة لسلسلة الجراي فيتيفر. ريحة الفيتيفر الجميلة المنعشة الخشبية اللي تعطيك طابع رجولي. العطر هني فيه انتعاشة في البداية من ريحة الليمون، مع تاتش جميل من ريحة الالدهايدات ممزوجة مع ريحة خضراء، وفي القلب تطلع ريحة زهرية من الأزهار البيضاء ممزوجة مع طابع بودري جميل من ريحة الايرس وريحة المرامية. ولكن يهدى العطر على قاعدة خشبية إرثية جميلة من ريحة الأخشاب وريحة الفيتيفر اللي معروفة فيها هذا اللاين، مع ريحة الباتشولي والمسك. العطر هذا يا يكمل سلسلة عظيمة وجميلة، ولكن بطابع منعش وجميل وصيفي. لا تنتظر من العطر هذا أداء متفجر، ولكن العطر هذا لازم ترش منه وترش 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 لين ما تستمتع معاه، ولين ما ترجع من الدوام إذا أنت كنت بتتعطر منها حق الدوام. هذه كانت 10 عطور صيفية اخترتها بعناية لصيف 2026. ونفس ما لاحظتوا المجموعة هذه ما فيها ترتيب، ما فيها أفضلية، ولكن ترشيحات على تفضيلاتي من مجموعتي الشخصية. خبروني رأيكم في الترشيحات هذه، وهل تشوفونها ترشيحات صيفية تستحق الاقتناء؟ وإذا عندكم واحد من هذه العطور اكتبوا لي رأيكم فيه في الكومنت، وخبروني أنتو شو العطر اللي بتستخدمونه دايما في هذا الصيف ويقاوم الحرارة واللواهب. ودائما أقول أنتم سر نجاح هذه القناة بدعمكم المتواصل بالمتابعة والمشاركة واللايك، ويا رب أني أكون دائما عند حسن ظنكم، لأنكم توثقون في ذوقي واختياراتي. ولا تنسون تتابعوني في وسائل التواصل الأخرى مثل الانستغرام والسناب شات والتيك توك وحتى التويتر. وانتظروني في فيديو قادم، ومشكورين على متابعتكم، ومع السلامة.